السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين، وطيب الله أوقاتكم بالخير والمسرات، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بلاد السعيدة. يقول البردوني في كتابه اليمن الجمهوري: يوم المقاطرة اغتلت غضبا قالت لعصمة هل ترى صحوي، هطلت عليه نار قلعتها فاندك كالطحل بالمشوي، هنا الأرض تخبرنا أني أكلت من ابتغى حسوي. قادتنا المهمة إلى المقاطرة لتوثيق انفعالاتها السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية التي طمرتها السنين بغبارها، واليوم آن أن ننفض هذا الغبار ونطالع أبرز عناوينها في هذه الحلقة من بلاد السعيدة. نتمنى أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في المقاطرة، وبداية بحكاية مكان. المقاطرة أحد أهم مخازن الثوار اليمنيين، ومنجم متجدد للأدب والفن والثقافة، وعمق استراتيجي لثلاث محافظات يمنية: لحج وعدن وتعز. المقاطرة بلد الانتفاضات والنزاعات المتبردة على الأنظمة القمعية والمحتلة، وهي أول ثوري مسلح ومنظر ضد النظام الإمامي ببندقية وريشة حميد الدين الخزفار، بل هي باكورة الانتفاضات الوطنية التي شهدتها اليمن منذ التواجد العثماني، وأبرزها ضد المشير عاصم باشا العثماني الذي تمنى وتوسل أن يمس تراب قلعتها بوزنه ذهبا، وحيل بينه وبين ما يشتهي تحت تأثير الرفض النضالي والشعبي لأبناء المقاطرة، وصولا لانتفاضتها ضد حكم آل حميد الدين بقيادة عالمها ومناضلها الخزفار، الذي تعرض عقب مقاومته الصلبة ب6 أشهر لخيانة بعض القبائل، وهو الأمر الذي تسبب بعدها بتشتيت قوة وشمل المقاطرة التي تعرضت لقصف مدافع علي الوزير قائد الجيش الإمامي بهدف تفكيك وإضعاف منظومتها النضالية، وهو ما حصل بالفعل بعد نزوح مئات الأسر التي توزعت العديد من المدن اليمنية نجاة بأطفالها ونسائها. المقاطرة جبلية وساحلية. المقاطرة الجبلية تقسمها جبال النقيل والجاهلي والليمتين والقلعة إلى مقاطرة الشرق، وأبرز قراها الأكاحلة والزعازعة والزعيمة وحيد البنت، وتتخللها طريق جبلية من 40 ملفا تقطع ارتفاعا يزيد عن 2000 متر في واحدة من أوعر الطرق تسمى بهيجة العبد. وتقسمها أيضا إلى مقاطرة الغرب، وأبرز قراها الخزفار والصحى والهويشة والنجيشة والمكابرة. وبالنسبة للمقاطرة الساحلية فهي على امتداد 20 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرقي، تبدأ من سوق الربوع الأسبوعي الذي يقع في مركز المديرية، وتنتهي بقرية بني صلاح الحدودية مع طور الباحة، مرورا بقرى حدادة وبني عبدان ومعبق في الحد الجنوبي الشرقي للمديرية. وش يفيدك يا فؤاد المولع، مولع بس يكفي. هنا في المقاطرة الساحلية وتحديدا في معبق يتواجد ضريح ال7 رقود الذي دفن بداخله 7 شهداء من أبناء المقاطرة قضوا في معركة مقارعة الغزو البرتغالي على السواحل اليمنية الغربية والجنوبية
في مستهل القرن السادس عشر الميلادي إبان حكم الدولة الطاهرية. وإلى مقربة من ضريح السبعة رقود تؤرخ هذه القبة المعروفة بالجامع الرسولي لعصر الدولة الرسولية في اليمن، التي شهدت نشأة وازدهار الحركة الصوفية القادمة من مدرسة ابن علوان بتعز. ولعل قبة الشيخ يوسف في منطقة الربوع مأثر صوفي آخر. وما زالت ثلاثة هذه الآثار الرسولية والطاهرية بحالة جيدة، تنتظر آلية رسمية للحفاظ والإبقاء عليها. تعرضت المقاطرة لهجرات محلية ودولية مختلفة، ففي الثلاثينات من القرن الماضي تكثفت هجرتهم نحو عدن على وقع القصف الإمامي بعد سيطرته على القلعة، وبحجة مروق أبناء المقاطرة عن الدين الإسلامي. ثم سكنوا عدن وقدموا أنفسهم كعدليين أصليين، كالبروفيسور محمد عبد غانم الحاصل على أول مؤهل دكتوراه في الجزيرة العربية. أما في السبعينات والثمانينات على خلفية الاضطرابات السياسية والعسكرية وأبرزها حروب المناطق الوسطى، هاجرت كثير من الأسر إلى الحديدة وصنعاء وأبين والبيضاء وجيبوتي وأثيوبيا والصومال وتنزانيا وكينيا، بحثا عن عوامل الاستقرار للرفاه المعيشي والتحصيل العلمي. ولم يبق في المقاطرة سوى ثلث السكان تقريبا. بعد ما كان معذب شعشت غيرك سعيد، بعد ما كان معذب شعشت غيرك سعيد. تقع المقاطرة إلى الجهة الشمالية الغربية من مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، يحدها من الغرب مديرية المضاربة والعارة، ومن الجنوب والشرق مديرية طور الباحة، ومن الشمال أجزاء من محافظة تعز كالشمايتين والحكوم.